تاما كان فارس غبي مات على إيد شوية حثالة، لكن حياته اتقلبت لما اتولد من تاني كقطة جامدة أقوى من سايتاما، وبقى الحيوان الأليف لإلف ميلف بمواصفات خراب. تاما بيصحى جوه متاهة، وكل اللي فاكره إنه مات بعد ما اتطعن بسيف شيطان، وبيكتشف إنه اتجسد تاني، بس المرة دي على هيئة بياموس تصنيفه اس، ووحش يقدر يدمر ممالك كاملة في ليلة واحدة. وبما إنه كان فارس قبل كده، كان حاسس بالضرب جواه من فكرة إنه اتولد كوحش ممكن يبيد العالم. بس أول ما بيبص على انعكاس صورته يلاقي نفسه قطة بايخة بشكل يضحك، وبرغم الصدمة قرر يتقبل الوضع. فجأة بيظهر له متشرد تصنيفه إي اسمه رارو. تاما بيشيك على المهارات اللي عنده، وبيجرب واحدة منهم يهجم بيها على الوحش الطين، ولأنه كان جعان جدا ما كانش قدامه غير إنه يعضه، لكنه اتفاجئ إن طعمه طلع أحلى من أي حاجة ممكن تتخيلها. وساعتها بياخد باله إنه يقدر يحتفظ بمهارات أي كائن بياكله، وكمان يخزنها علشان يستخدمها وقت ما يحب. فبدأ رحلته في الصيد. قابل وحوش كتير، من سحالي طايرة لحد صخور عايشة وشكلهم شبه الإكس بتاعته وهي من غير ميك اب، وكل ما يخلص على واحد ياكله وياخد مهاراته. وفي يوم وهو ماشي في طريقه بيلاقي صندوق كنز، ويتحمس لما يلاقي جواه كريستالة حمراء، بس زي أي لعبة من نوع سولز يطلع فخ وينقله فوق تنين أرضي تصنيفه اس. تاما بيهجم والهجمة بتتصد، بس بتفتح له فرصة يهرب. التنين بيرد بهجوم قوي، وتاما بيحاول يدافع عن نفسه لكن بيتصاب وبينزف. وفي اللحظة اللي التنين كان هيقضي عليه فيها، تاما بيلم نفسه ويديله ضربة مضادة ويطير على فتحة في الكهف علشان يهرب من الموت. في نفس الوقت في مدينة تانية، بنت جامدة اسمها آريا بتبدأ يومها كمغامرة. بتاخد مركب بتوصلها لباب المتاهة، ولما الحراس بيوقفوها بتوريهم تعويذتها اللي بتديها حق الدخول. تطلع سيفين مزدوجين، والسيوف دي بتفكرها بمحاربة شافتها زمان كانت شايلة نفس النوع وكانت بتحارب بيهم ضد الشياطين. نرجع لتاما اللي كان خلاص قرب من باب الخروج، لكنه بيقع من التعب بسبب النزيف. وقبل ما ياخد تذكرة تجسيد تاني، كولد مكتئب محبوس في حيطة من العمالقة. آريا بتشوفه وبتجري عليه تنقذه. تاما بيفوق يلاقي نفسه متجبس وفي بيت أريا وهي اللي بتعتني بيه. أول ما بيشوف الإلف القمر دي وجسمها اللي ما فيهوش غلطة بيتجنن، بس بياخد باله إنها متعرفش إنه وحش رتبة. لأيام أريا بتاكله وتخاف عليه وتنام جنبه لحد ما يخاف خالص، وبعدها بتسيبه ورايحة تكمل مغامراتها في المتاهة. بس تاما بعد كل اللي عملته عشانه قرر إنه يحميها مهما حصل، فبيبدأ يراقبها من بعيد جوه المتاهة، قلقان عليها لا تبقى ضحية زي البنات في جوبلين سلاي. ولما بتقابل شوية عفاريت، أريا بتمسح بيهم الأرض وتاخد ودانهم كتذكار، وده بيفاجئ تاما. لكن فجأة بيطلع واحد تاني، عفريت ساحر بيضربها بنار. أريا بتتجمد في مكانها مش عارفة تعمل إيه، وتاما كان مش عايز يكشف قوته الحقيقية بس ملقاش حل، فبيزقها بعيد وينط على العفريت ويخرب وشه بمخالبه ويخلص عليه. آريا مش مصدقة إنه أنقذها، وفي طريقهم للرجوع بتقعد تدلع فيه وتطبطب عليه، وده بيخليه في قمة السعادة. بعدين بيروحوا النقابة، وأول ما يدخلوا بيجي واحد شكله غريب وقصة شعره مضروبة اسمه كوسمان، وبيحاول يضم آريا لفريقه علشان يعملوا مع بعض أطفال قلب. تاما مسكتش ويعض إيده ويمنعه إنه يقرب منها. كوسمان يتنرفز ويرمي تاما بعيد، بس أول ما تاما بيقع بيستخدم مخالبه ويعيد ترتيب وش كوسمان من جديد، وده بيغضب كوسمان جدا وبيخليه ناوي ينتقم من القط ده بأي طريقة. بس قبل ما يعمل أي حاجة، آنا موظف الاستقبال اللي شكله مرعب ومش مفهوم إذا كان راجل ولا ست بيوقفه. آنا بيهدده قدام الكل ويقول له إنه هيصفق له على وشه، وساعتها كوسمان بيخاف ويجري زي العيال. أنا بعدها بيمدح تاما لأنه أنقذ آريا، ولما بيكون أنقذها مرتين آريا بتعلن رسميا إن تاما من دلوقتي بقي قطتها، وتاما بيكون طاير من الفرحة. بعدها آريا تبدأ تدلع فيه وتلعب في فروة، لكن وهي قربت تلمس الجواهر الصغيرة تاما يخرخر جامد ويتوتر. وبعد شوية وهي سكرانة وشكلها مغري بزيادة بتطلب من تاما إنه يجي يستحمى معاها. في الأول تاما بيقول لأ، بس في الآخر بيضعف ويدخل معاها الحمام وسط عوامات حجمها مش طبيعي. وهي جوه بتبدأ تفضفض وبتحكي له إنها دايما كانت بتحلم تبقى قوية، وبتفتكر ماضيها لما شياطين هجموا على قريتها لكنهم اتنقذوا على إيد أليشا، محاربة إلفية قديمة كانت قدوتها. بعد الحكاية تاما بيحضنها ويتدفى فيها. تاني يوم آريا وتاما بيروحوا النقابة، وأنا أول ما تشوفهم بتحذرهم يرجعوا، بس فجأة كوسمان بيظهر من تاني وبيطلع أمر رسمي بقتل تاما علشان شوهله وشه. بس بدل ما ينفذ الحكم بيتحدى آريا في مبارزة، لو كسب تاما هيموت، ولو آريا خسرت
هتبقى أم عياله. الكل بيتصدم بس مفيش حل، فأريا بتوافق. الليل بيجي وكل المدينة بتتجمع علشان تتفرج على التحدي. كوسمان تصنيفه سي ضد أريا تصنيف دي. بس كوسمان وهو عامل فيها كريم بيقول لأريا تختار أي حد يساعدها في القتال، محدش بيتقدم. فيبدأ كوسمان يضحك باستهزاء، لكن فجأة تاما هو اللي بيطلع ويقف جنبها مستعد يمسح بالأرض وش كوسمان. تاما يهجم الأول، لكن بسرعة ياخد باله إنه مش قادر يهزمه من غير ما يستخدم مهاراته. أريا بتستغل الفرصة وتهجم، بس كوسمان بيتفاداها ويركلها، وده بيخليها تتصاب بكدمة. أريا تفضل تحاول كل الهجمات اللي تعرفها، لكن كوسمان بيصدهم كلهم بسهولة، ومع الوقت بيوقعها ويعلن إنه الفائز. وكل ده وهو شايف نفسه قرب يبقى مصدر الحنية اليومي لآريا. تاما واقف على جنب محتار إذا كان يستخدم مهاراته ويكشف نفسه ولا لأ. بس لما كوسمان بيهاجمه، تاما بيتصرف وبيستخدم مهارة تصد الهجوم وبيرمي كوسمان بعيد. وفي اللحظة دي كوسمان بيتغرز سيفه التاني. الناس كلها بتتصادم إن القطة دي قوية كده، وتاما رغم إنه عارف إن هويته انكشفت مش ندمان إنه أنقذ ملكته. بس المفاجأة إنهم بيحتفلوا بيه وبيقولوا عليه قطة عنصر مش وحش بيموس، وبيعلنوا إن أريا هي الفايزة. ومن اليوم ده الوحش الإس كلاس الشرير بقى الحيوان الأليف بتاع الإلفة الجامدة أريا. تاني يوم الصبح تاما بيصحى جنب أريا، وعلشان يدلعها بيبدأ يلحس ودنها الإلفية. ولما يلاحظ إنها بتبدأ تسيح بيتنط من السرير، بس مفيش فايدة. أريا بترجعه علشان يكمل لحسة. بعدها بيروحوا الورشة ويقابلوا الحدادة اللي شكلها كمان مولع اسمها فولكان. أول ما بتشوف تاما بتتحمس جدا وتبدأ تلعب معاه، وتاما بيحس إنه اتولد من جديد وسط بحر من اللب. فولكان بتسأل أريا جاية ليه، فأريا بتقولها إنها عايزة تعمل درع مخصوص لتاما. فولكان تتحمس وتقضي اليوم كله تشتغل على الدرع. تاني يوم تاما بيكون شكله متغرق ستايل في الدرع الجديد، بس فولكان تقول لآريا إن الطلب بتاعها بخصوص تخفيف وزن السيف مش هينفع، وده بيزعل آريا شوية. بس فولكان تجيلها بفكرة تقترح إنها تكون فريق مؤقت مع آريا علشان تشوفها بتحارب بنفسها ويمكن تقدر تساعدها. وبعدها يبدأوا يقضوا وقتهم في المتاهة بيقتلوا العفاريت مع بعض. وبما إنها ماما عضلات بجد، فولكان بتسحق الجزء الخاص بيها من العفاريت بسهولة. وفجأة بيظهر أورك ضخم وكان باين عليه طمعان في خدود الاتنين. آريا بتهاجمه، بس الأورك بيرد عليها بسهولة جدا وتحركاتها بقت متوقعة. ساعتها تاما بيتدخل علشان ينقذها، لأنه شايف إن خصمهم بقى قاري كل حركتها. فولكان بتلاحظ نقطة ضعف آريا وبتقولها إن العدو اللي جاي هيكون أنسب تدريب ليها. وفعلا بيلاقوا خصمهم الجاي روبر. أول ما تاما بيشوف الروبر قلبه بيقع، لأنه حاسس إن نهايتها هتبقى في مشهد تقييد سخن مش محترم. فولكان تقول لآريا إنها لازم تغير أسلوبها علشان تقدر تواجهه. وفعلا لما آريا بتهاجم، الروبر بيصد حركتها السريعة بسهولة. فولكان ترمي لآريا سكاكين جواهر، ولما تمسكهم آريا بتتحرك بسرعة رهيبة أسرع من أي وقت قبل كده. ساعتها فولكان تلاحظ إن آريا شكلها لايق أكتر بالسكاكين مش السيوف، وبسرعتها الجديدة أريا تهاجم الروبر التاني وتقطعه. وساعتها الوحش بيطلع منه مادة بيضة تخلي أريا لأول مرة تفهم يعني إيه ليلة مع جوني سينز من غير ما تعيشها. المنظر بيغيظ تاما جدا، إنه شايف حد تاني كرف وشها، فبيهجم على الروبر بسرعة الصاروخ ويمسحه في ثواني ويبهر فولكان وآري. بعد ما يخلص عليه تاما يعضه وياخد مهاراته. تاما بيكتسب مهارات جديدة. في الوقت ده آريا لسه بتطعن في الوحش حتى وهو ميت، وهي بتقول إن من النهاردة الوحيد اللي مسموح يلطش وشها هو تاما وبس، رغم إنها كانت بتحب محاربة السيوف أليشا. آريا تعلن إنها هتكمل رحلتها بالسكاكين مش السيوف، علشان دي اللي لايقة عليها فعلا. بعد كده يدخلوا حمام مياه سخنة في نص المتاهة. فولكان تهدي الجو وتقول إن حجر الفلاسفة بيحميهم من أي خطر. الحجر بيرجع آريا تفتكر ماضيها وقت لما قريتها كانت بتتهجم. آريا بتطلب من تاما يدخل الحمام معاهم وبتوريله قد إيه عندها حبكة تستاهل. وتاما كالعادة في الأول بيقنع نفسه إنه مش هيضعف، بس في الآخر بينضم ليهم هو وكل احترامه وسط عواماتهم الطافية. آريا تسأل فولكان عن آخر فريق كانت معاه. فولكان تحكي إن الفريق اتفك لما 2 من الأعضاء طبقوا على بعض، والموضوع انتهى بحمل مش متوقع. بعدها فولكان تبقى رسميا جزء من فريق آريا، وتقولها إن القطط العنصرية زي تاما ممكن يتكسروا مع الإلفات. تاما وهو بيشيك على المهارات اللي اكتسبها من الروبر يكتشف إنه فعلا يقدر يخلف نص قطة نص إلف مع آريا. وبرغم إنه بيقنع نفسه إنه مش هيعمل كده، آريا تتحمس للفكرة وتقوله كبر بسرعة
ووريني الكلب الكبير اللي مستخبي جوه جسم القط الصغير ده. بعد كده بيواجهوا مينوتور، وبرغم سرعة آريا قوتها مش كفاية علشان تهزمه، بس آريا تستمر في الهجوم وسرعتها تبهر تاما وتقدر تجرح الوحش. فجأة السقف بينهار، وقبل ما فولكان تتبعت لعالم تاني تاما بينقذها، وده بيخليها تنهار قدام. آريا تقدر تهزم المينوتور، وفولكان مش مصدقة قد إيه تاما راجل بعد ما أنقذها، وبتقرر إنها تنضم رسميا للهارم. يرجعوا للنقابة ومعاهم رأس المينوتور، وآنا تهني آريا بالسلاح الجديد ويبدأوا يحتفلوا، يشربوا خمرة كأنهم سماك بلدي، وتاما يفتكر أيام ما كان بيحتفل بعد كل مهمة نجح فيها. فجأة فولكان تسألهم لو عايزين يشكلوا فريق حقيقي معاها، وآريا تكون مترددة شوية، بس تاما ياخد بإيدها ويحطها في إيد فولكان ويشكلوا الفريق رسميا. وبعد أسابيع تاما يلاقي نفسه متزنق بين شمامتين نايمين، كل واحدة منهم وهي نايمة بتحلم وتقول إنها عايزة تخلف عيال قطط من تاما. بس بما إنه فارس شريف، تاما يحاول يشغل نفسه ببص على الإحصائيات بتاعه، وهناك يكتشف إنه يقدر يطور شكل القط بتاعه للمرحلة الجاية. تاما يقرر يطور نفسه أكتر ويقرب من إنه يبقى بيموس حقيقي، بس علشان مش عايز يبوظ حياته الهادية مع آريا بيقرر يتجاهل التطور ده إلا لو بقى ضروري. تاني يوم آريا وتاما بيقابلوا 2 من قطاع الطرق بيتنمروا على بنت صغيرة، وكانوا ناويين يبيعوا كلاها. آريا بتتدخل وقطاع الطرق بيتحدوها، بس أول ما بيشوفوا القطة الأسطورية تاما واقف على كتفها بيرجعوا في كلامهم فورا ويعتذروا ويجروا. آريا تطمن البنت الصغيرة وتعرف منها إن اسمها لالا وإنها فقدت أهلها الاتنين. آريا تاخدها لكنيسة مليانة أطفال أيتام، والكل هناك بيكون فرحان جدا لما يشوف. بتسلم لالا لراهبة مسؤولة عن المكان، والراهبة تشكرها وتقولها إن وجودها دايما بيديهم أمل، وإنهم بقوا مبسوطين من وقت ما بدأت تزورهم. وهنا تاما يوعد نفسه إنه هيفضل دايما سند ليها. بعد كده الفريق بيروح النقابة، وهناك آنا تهني آريا على إنها وصلت لتصنيف سي كمغامرة. وفجأة يلاقوا زحمة عند لوحة المهام، الكل بيتجمع حوالي مهم طوارئ، وأنا تقولهم إن في ناس كتير اختفوا في بلدة اسمها رالد والمشتبه فيهم شياطين. الكل يتفاجئ، بس آريا الفارسة النبيلة بصدرها الكبير تسأل آنا عن تفاصيل أكتر. ساعتها فارس اسمه سيدريك يدخل المكان علشان يشرح اللي بيحصل، والكل في النقابة يتبهر بجماله وإنه شكله تشاد بزيادة، وهو داخل بيخطف قلوب الكل. تاما يعرفه ده سيدريك الساحر القوي اللي اشتهر وقت معركة راجنر، الحرب العظيمة بين البني آدمين والشياطين. وجود سيدريك وقتها كان سبب في إن البشرية تكسب المعركة. آريا تقلق وبتقول حتى بوجود سيدريك مش ضامنين يغلبوا الشياطين، لكن آنا وهي بتلمع عرق سيدريك بنظرتها تقولها مع بيج دادي سيدريك معانا النصر مضمون. وهنا البنات ياخدوا بالهم إن سيدريك أصلا بيحب يتحنجل من ناحيتنا إحنا الرجالة، مش البنات وخدودهم الناعم. تاني يوم الصبح قبل ما يطلعوا للمعركة، تاما يحس إن آريا متوترة فيديها لحسة خفيفة علشان يرفع معنوياتها، وهي تشكره وتبوسه على بقه. تاما يتجمد ويكاد يتبخر، وواحد من اللي بيتفرجوا ينادي الاف بي اي يا جماعة. بعدها تحت قيادة سيدريك تبدأ المهمة. أول ما يشوفوا تاما القطة العنصرية، البنات يتجننوا عليه ويقعدوا يدلعوه ويحطوه في أوضاع تخلي أي حد يتمنى يبقى قطة في حياته. العربية بتقف ويلاقوا نفسهم قدام أوركس تخان وملزقين شكلهم شبهك كده وانت بتاكل محشي. سيدريك ينادي على داني، وداني يتقدم وبيقطعهم زي شرايح لحم مدخن للفطار. آريا بتتبهر من مهاراته، وبيبلغوها إن داني ما استخدمش أي مهارة أصلا، وده يصدمها أكتر. في نفس الليلة بيوصلوا لقرية اسمها رينولد، والعمدة يبلغهم إن في ناس أكتر بيختفوا والسبب شياطين. الكلام ده يرجع آريا لذكريات مؤلمة من ماضيها لما شياطين هجموا على قريتها. بعد كده الفريق كله يقعد يتعشى سوا، وآريا تسألهم انتوا ليه اخترتوا تبقوا فرسان؟ إن بعضهم قال إنه عليه ديون وبيحاول يسددها، وغيرهم قال عايز يجمع فلوس ويبقى غني. سيدريك قال لهم إنه بعد ما أهله تبروا منه قرر يبقى فارس علشان يعيش. آريا تعتذر له عن السؤال، بس هم يطمنوها إن مفيش مشكلة، بالعكس هم كده كده عايشين الحلم بتاعهم. بعد كده البنات يجهزوا نفسهم للاستحمام، وبما إن تاما مجرد قطة غصبوه يدخل معاهم وينضف نفسه رغم إنه فارس شريف ومحترم. بس حتى تاما رغم إنه قطة مقدرش يمسك نفسه لما شاف البنات وهم بينضفوا الكيتي بتاعهم، خصوصا آريا اللي كانت عواماتها أكبر من أي حاجة شافها في حياته. بس في الغرفة اللي جنبهم داني وهوارد الرجالة اللي مش بيحبوا الجليزيز كانوا سامعين أصوات آريا وهي فرحانة، وقرروا يطلعوا نظرة.
بس قبل ما يلحقوا يشوفوا حاجة تاما يظهر ويطيرهم بعيد زي ما يكون بيحمل عرض. بعد كده الفريق يدخل زنزانة خطيرة ومش واخدين بالهم إن في حد بيراقبهم عن قرب وبيخطط يتخلص منهم. بيرسل عليهم جيش من المستذئبين بس الفريق يتعامل معاهم بسهولة. ساعتها تاما يستعرض مهاراته في إطلاق المياه ويفتح حفرة في وسط المستذئبين بضربة واحدة. الفريق كله يتفاجئ إن القطة دي باكينج أكتر من كل الرجالة اللي معاهم. اللي بيراقبهم يتصدم من قوة تامة، بس واضح إنه لسه محضر لهم مفاجآت تانية. أريا أول ما تشوف قدرات قطها تبدأ تهلوس وتقول إنها عايزاه يخلي الكيتي بتاعها تخرخر، وتاما ما عندوش غير إنه يسلم نفسه للمصير. بعد شوية بيواجهوا اللي كان بيراقبهم اسمه باريل، وده كان تابع لعشيرة الشياطين اللي البني آدمين قضوا عليها زمان. باريل بيعمل حائط سحري يفصل الفريق ويبعت ترول تصنيفه A كلاس علشان يتعامل معاهم. تم يتفصل عن الكل والوحش بيركز عليه، بيحاول يستخدم قوته علشان يقطع دراع الترول بس الوحش بيرجعه تاني كأن مفيش حاجة حصلت. وساعتها تم يعرف إنه واقع في مصيبة. في الوقت ده سيدريك وفريقه برضه بيواجهوا ترولات، لكن سيدريك يستخدم سيف خاص يقطعهم زي الزبدة وهو بيضحك ضحكة مجنونة. باريل ياخد باله إن سيدريك بيستخدم سحر مظلم. نرجع لتاما اللي متزنق قدام أريا اللي باينة عليها قلقانة عليه. في اللحظة دي تاما يبص على ترسانته ويقرر يستخدم نيران ويبدأ يرمي كرات لهب على الترولز. رغم إنهم كانوا بيشفوا نفسهم تاما يفضل يرميهم بالنار زي ما يكون بيلعب RPG لحد ما شواهم بالكامل. باريل مش مصدق اللي بيحصل وفولكان تحاول تهاجمه من وراه لكن باريل يتفاداها. وقتها أريا تظهر من الظهر وتطعنه بسيفها والضربة تخلي السيف ينور وباريل يصرخ من الألم، بس قبل ما يقع يرد بضربة سيف مسمومة تصيب أريا. أريا تقع على الأرض بسبب السم وباريل قبل ما يموت يوعدهم إنه راجع وهياخد انتقامه. الفريق ياخد أريا بسرعة ويرجعوا للقرية والدكتور يبلغهم إنه قدامها 12 ساعة بالظبط قبل ما تقابل إيس. الكل يتجنن ويسأل لو في حل. الدكتور يقولهم علشان نعمل الترياق محتاجين عين تنين أرضي من تصنيف S. الكل عايز ينقذها لكن سيدريك يقول لازم يهدوا شوية لأنهم ما يعرفوش التنين ده فين، بس تاما يعرف فيطير فورا سايبهم كلهم جوه. بيقول أنا هنقذك يا آري حتى لو ده هيكلفني حياتي. يطير ناحية المتاهة وهناك بيواجه التنين الأرضي اللي كان على وشك يموته قبل كده، لكن المرة دي تاما جاهز للقتال وتاما يقرر يتحول لصورته التانية شكل البهيموث الكامل. المعركة تبدأ وضربات عنيفة تتبادل بين الوحشين، لكن التنين بيشوف فتحة في دفاع تامة وينقض عليه ويعضه في رقبته. التنين يفتكر إنه كسب لكن تاما يستغل الفرصة وبضربة من ديلي يقطع دماغ التنين بالكامل. فجأة تاما يرجع لشكل القطة تاني ويدرك إن التحول ليه وقت محدود بس مش بيهتم. بسرعة يخزن التنين جوه مهاراته ويطير راجع لآريا. في المدينة أريا حالتها حرجة جدا والفريق كله بيبكي ومستعد يودعها، لكن الأرض تهتز ولما يخرجوا بره يلاقوا التنين جثة وتاما واقف على راسه كصائد تنانين أسطوري. في السرير أريا بتحلم بماضيها المظلم لما الشياطين هجموا على قريتها علشان يدوروا على حجر الفلاسفة، وساعتها كانت مرعوبة لدرجة إنها وقعت على ركبها وبلت هدومها. بس في اللحظة دي قطة عنصرية عنصورة أنقذتها ومن ساعتها حبت القطط حب غريب. بعين التنين الأرضي اللي جابها تاما قدروا يجهزوا الترياق ويشفوا آريا، وبالرغم إن الشفاء بياخد وقت الكل يحتفل بسلامتها. في الوقت ده تاما يرجع للمتاهة وهناك يلاحظ إنه مش قادر يتحول تاني لبهيموث ومش عارف ليه، بس مش مهم دلوقتي. بيقرر يجرب المهارات الجديدة اللي خدها من التنين، وأول ما يقابل تور تاما يطير عليه ويفرمه. بعدها بنت غريبة تطلع من جوه المتاهة وتنده على تاما وتقول له أنت القوي اللي بدور عليه. تاما يتلخبط ومش عارف مين دي، بس البنت كل اللي عايزاه هو عصير الأطفال بتاعه. تاما يزوغ والبنت تجري وراه تصرخ خلياني أحمل منك، وتفضل وراه زي المجنونة، لكنه في الآخر ينجح يفلت منها. بيرجع البيت وينام بين عوامات آريا بس لسه في دماغه صورة البنت المجنونة ويلاحظ إنها شبه التنين الأرضي. تاني يوم آريا تلبس نفسها وتاما لبس خروج ظريف وتقرر ياخدوا نزهة في الطبيعة يتنفسوا هوا نظيف. وبعد ما تسمع اللي حصل آريا تشكر تاما على إنه أنقذها من التنين. بتحكي له عن إحساسها بالضعف كمحاربة وبتفتكر لما كانت صغيرة وإن القطة اللي أنقذتها زمان كانت سبب في نجاتها، لكن اللي قضى على الشياطين وقتها كان أستاذ القطة السيف المقدس. من ساعتها آريا قررت تسيب قريتها وتلحق طريق السيف المقدس وودعت أمها الطويلة العريضة. لكن دلوقتي رغم كل اللي مرت بيه
بتعيط لأنها لسه حاسة إنها ضعيفة. تاما يقرب منها ويتدلع وهي تشكره على دعمه ليه. تاني يوم بعد ما تاخد عمولة حلوة من المعركة، آريا تصرف فلوسها وتروح عند فولكان تصمم لهم دروع ليها ولتاما. يلبسوا العدة وآريا شكلها يجنن لدرجة إن اللي يشوفها يفتكرها طالعة من حية مشبوه، بس فولكان تطمنها وتقولها البدلة دي حتى سكارلت نفسها هتغير منك، علشان يختبروهم يروحوا تاني للمتاهة. وقبل ما يدخلوا أعمق تم يديهم بركة الأسد المقدس اللي تزود قدراتهم. آريا تفهم إن تاما عمل كده علشان بيقلق عليها وبيلاقوا عفريت في المتاهة، ومع الدرع الجديد والبركة آريا تفرمه في ثانية. لكن من قلب الضلمة تطلع المجنونة تاما يتلبش، لكن البنات يفتكروا إنها مغامرة جديدة. يسألوها أنت مين؟ البنت تقعد تهلوس وتقول إنها عايزة تاما يخلص عليها، وإنها عايزة نسل من الكل يتجمد. وآريا تدخل تقولها بس بقى فوقي من الوهم ده. آريا تبص للمجنونة وتقول لها بكل حزم تاما ليا أنا وبس، انسي أي أمل. المجنونة تتصدم وتقول مش مصدقة إن خدودك يا آلف وصلت للدرجة دي اللي تخلي بهيموث قوي زي ده ينهار. آريا تكمل وتقول إنها تتكفل بيها، والمجنونة اللي مش فاهمة أي حاجة توافق، لأنها كل اللي شاغل دماغها هو جواهر تامة. اللي مرعوب على معداته آريا تطمنه وتقول له إنها هتحميه بنفسها. وهم راجعين من المتاهة يسموا المجنونة دي ستيلا، ولما تاما يفكر إن اسمها حلو يتفاجئ إن ستيلا سامعة أفكاره. بعدها ياخدوها على الحمام علشان ينضفوها، خصوصا بعد ما اكتشفوا إن ريحة تحت باطها كانت أوسخ من أول ما دخلت المية السخنة. نطت فيها بحماس لأنها أول مرة في حياتها تحس بدفى المية. وبعدها آريا تبدأ تغسل تاما، فستيلا غيرانة وتطلب تلمسه هي كمان، بس آريا تقف لها وتقول لها بكل جدية أنا الملكة بتاعته، محدش يلمسه غيري. وفي نص الليل وآريا نايمة ستيلا تنده على تاما وتقول له يصحى، وهنا تاما يفهم إنها بتكلمه بالتخاطر العقلي. ستيلا تكشف له المفاجأة، هي في الحقيقة التنين الأرضي، وتقول له إنها طول عمرها بتكسب في كل معركة. لكن لما تاما هزمها قررت تتجسد تاني وتعيش معاه وتبقى معاه للأبد. تاما يسألها يعني ناوية تنتقمي؟ بس ستيلا تقول له إنها اعترفت بالهزيمة وإنها خلاص وقعت في حب الذكر الألفة اللي اسمه تاما، وكل اللي عايزاه دلوقتي إنها تخلف منه أطفال نصهم تنين ونصهم قطط، وتنط عليه فجأة علشان تبدأ التنفيذ. بس آريا تظهر في اللحظة الصح وتنقذ تاما من كريمة التنين وتوضح موقفها، أنا مش هشارك تاما ولا هسيب حد يقرب من. ستيلا تعترف إنها خسرت المعركة، بس تكلم تاما بالتخاطر وتقول له بكل هدوء أنا بحبك. وتاما يسمع الكلمة دي ويبدأ يقلق جدا على مستقبله وعلى الولي بتاعه. بيدخلوا المتاهة، وفي حين إن الباقيين بيحسبوا كل خطوة ستيلا بتمشي لقدام وتدور على الأعداء. بتلاقي شوية عفاريت قاعدين مستريحين، ومن غير ما تستخدم أسلحتها بتقطعهم بمخالبها اللي شبه التنين. بس لما عفريت بيحاول يطعنها من ظهرها بتستخدم سيفها عشان تقطع العفريت حتت، وده بيخلي صيد العفاريت فخور. بس مش زي ما أنا فخور لو اشتركت في القناة. تي بيحس بالخوف لما بيشوف ستيلا قوية قد إيه، وهو بيتمنى إنها متدخلش في طريق مظلم. بس أرا بتشوف الجانب المشرق من الموضوع ده وبتشجع الباقيين إنهم يساندوا ستيلا كل ما تحارب بتهور. ستيلا بتعبر عن قد إيه هي عايزة تواجه خصوم أقوى، وفي حين إن أرا بتوافق تاخدها لوحوش أقوى بتطلب من ستيلا إنها تاخد بالها، بس ستيلا بتأكد لها إنها هتكون كويسة. بعدين بياخدوها لمستوى أقل عشان تواجه شوية عفاريت. ستيلا بسهولة بتستخدم دراعها عشان تخبط في الخنازير دي بكل سهولة، ومع إنهم بيعترفوا بقوتها بيقلقوا إن ستيلا مش هتقدر تستحمل المستوى اللي بعد كده. وهناك بيواجهوا وحش اسمه روبر، وهما بيحاولوا يحذروا ستيلا، هي بس بتندفع ناحية الوحش من غير ما تهتم. تام بيبلغ ستيلا إن الوحش ده هو اللي كل راجل بيتمناه كل ما بيستخدم دراعه عشان يخش في فراغات البنات. بس ستيلا بتهجم عليه فبتلزق في دراعاته وجسمها بيترش عليه السائل الأبيض بتاع الوحش، وده بيخليها تتوتر وتبدأ تتصرف بغرابة وتلجأ لغرائزها التنينية عشان تحارب بتهور. تي بيشوف النتيجة السيئة اللي ممكن تحصل فبيستخدم مهاراته عشان يستدعي دراعاته هو ويسحب البنات لورا ويهزم الروبر باستخدام دراعاته اللي بتطلع مياه مضغوطة بقوة. وباستخدام التخاطر تي بيبهدل ستيلا عشان اتعصبت. ستيلا بتقول لتاما إنها لسه عندها صدمة من هزيمتها قدام. تي بيقول لها متخافيش عشان هو موجود عشان يحميها. ستيلا بترضخ لكلامه وبتقول إن سماع الكلام ده من اللي بتحبه ده بيخليها تسيح. ستيلا بتقول لفولكان إنها عايزة تتعلم تستخدم أسلحتها أكتر، وده بيدي أمل لفولكان إنه يعمل فريق قوي. سماع كلمة فريق بيفكر ستيلا بكل المرات اللي واجهتهم فيها،
وهي بتعبر عن حماسها إنها بقت جزء من فريق دلوقتي. في الوقت ده آرا بتقرب من تي وهي ناوية تجيب عيال، وبتعبر عن قد إيه هي مبسوطة وهي بتتعثر بدراعته. تي بيحس بالقلق على قدرته على الإنجاب، بس فولكان بيحط حد لتصرفاتهم المنحرفة. بعد كده بيتكلموا عن خطتهم، بيقرروا إن ستيلا هتاخد دور الدبابة بتاعتهم بسبب أسلحتها الضخمة وأجزاء جسمها الضخمة أكتر. بيواجهوا أورك أكتر في المتاهة، وستيلا زي الدبابة بتحارب في وش المدفع عشان تجذب الهجمات، بس هي بتتحمس قوي وبتسيب الكل وراها وهم المفروض يكونوا الدعم. تبيدي البنات بعض التعزيزات وبيجروا ورا ستيلا. بعد كده بيلاقوا عين مياه سخنة فبينزلوا يستحموا فيها، وتاما بيوعد إنه مش هيبص كفارس شرير. آرا بتشده لجوه عشان تحميه على صدرها، وستيلا وفولكان بيتفرجوا بغيرة، بس ستيلا خلاص طفح الكيل بيها وبتواجه آرا. بتقول لآرا إنها عشان أضعف منها، تاما يستاهل يكون مع حد أقوى. بس آرا بترفض تخسر وبتقول إن تاما بيفضل الفية عن المتجعدة اللي زي السحلية. بيبدأوا يتخانقوا مع بعض وتاما محشور، وده بيخليه يتطوح عالي في السماء. بعد كده بياخدوا ستيلا لانا عشان يسجلها كمغامرة، بس قبل ما أنا يعمل كده بيقدم لهم حد. بيطلع ريس اللي جاي يطلب من آرا طلب شخص، إنه عايزها هي وفريقها يحموا شحنة غالية. فولكان بتبلغهم إنها متنفعش تسيب المحل بتاعها، بس آرا بتفهم قرارها. ستيلا بتسأل ريس عن أي شحنة بيتكلم عنها، فبياخدهم لمخزنه الخاص، وهناك بيوريهم هيكل عظمي الاتنين الأرض كسبه في مزاد، واللي هو الهيكل العظمي بتاع ستيلا. ستيلا بتتفاجئ لما بتشوف كده، بس بدل الخوف بتبدأ تتصرف بشكل غريب عشان بتحس بنفسها صغيرة قوي من جواها بعد ما شافت جثتها. قبل ما آرا تبدأ مهمتها، أنا بدي أرى الشارة الجديدة بتاعتها كمغامرة من رتبة ب. الصبح اللي بعده تاما والطاقم بيطلعوا في رحلة عشان يحموا شحنة ستيلا القيمة لريس، وبيعملوا معسكر عشان يرتاحوا بالليل. ريس بيدي آرا ورد جميل، بس على عكس باقي الرجالة الكبار اللي بيتحرشوا، هو ما بيحاولش يتقرب ليها، ده هو مخلص لمراته. آرا بتسأل ريس ليه جاب جثة التنين، هو بيبلغهم إن صاحبه التاجر قال له إن في حرب كبيرة جاية، وده بيفكر تاما باللي قالوا لهم الشيطان، وده بيخليه يقلق الليلة دي وهم نايمين. تاما بيصحى وهو مش مرتاح، لما بص بره لقى المنظر اتحول لغابة ومفاضلش غير الطريق ومعسكرهم زي ما هو. ريس استعجلهم يمشوا بالعربية وبلغهم إن متاهة جديدة ظهرت هنا، وده كان حاجة عمرهم ما سمعوا عنها. بعد ما هربوا عملوا معسكر جديد. ريس سألهم لو عايزين يستكشفوا المتاهة الجديدة، وهما وافقوا عشان المتاهات الجديدة دي حلم أي مغامر. بعدين دخلوا المتاهة، تي قوة دفعتهم للاحتياط، بس ده خلى ستيلا متهورة وتهاجم لوحدها، وبقوا محتاجين يسيطروا عليها. آرا طلعت ورقة فولكان عملتها ليها، الورقة دي بتقول لستيلا ما تتفرقش عنهم وإنها هتحضن تاما أول ما توافق. ستيلا وافقت على العرض ومبسوطة واختارت تتعاون. في اللحظة دي ظهر ضوء أحمر بيتكلم وقال لهم يتبعوه عشان يوصلوا لكنز، بس لما غرر بيهم لجوه تاما والبنات اتكمنوا من قرود شكلهم وحش قوي. ستيلا كانت هي اللي بتستحمل الضربات، وآرا هزمت القرد بسهولة. فجأة الشجيرات بدأت تتحرك وتتكلم وتطلب من تاما والبنات إنهم ميمشوش. من وسط الشجيرات طلعت كائنة شعرها أخضر، جنية شكلها زي تينكر بيل بتاعة وولمارت. لما ستيلا سألت آرا شرحت إنهم جنيات بيعيشوا في متاهات الغابات. الجنيتين شالوا تاما عشان يوروا القطة دي شوية حب، قعدوا يطبطبوا على تاما من راسه لرجله كأنهم مالكينه، بس ده خلى ستيلا تغار، هي اللي كان عليها حضن طري مع تاما. الجنيات شرحوا إنهم بس كانوا عايزين يصاحبوا تاما عشان يوروا كرم ضيافتهم، وروى لهم صندوق كنز جواه آرا لقت جرعة حلو. شكروا الجنيات عليها، بس الجنيات بلغوهم إن في كنوز تانية في المتاهة وإنهم محتاجين يجيبوا مفتاح موجود على شجرة محاوطة بدبابير. الفريق راح عشان يجيب المفتاح، ورغم محاولات الدبابير هزموا الحشرات الغبية دي بسهولة وجابوا المفتاح. الجنيات قالوا لآرا إن المفتاح ده بيفتح أوضة زعيم المتاهة وإن الكنز هناك، بس آرا ما كانتش عايزة تكون متهورة، فطلبت من فريقها يرجعوا للمدينة الأول، وده ضايق الجنيات. هم كانوا عايزين البنات يهزموا الزعيم عشان الإثارة، بس لما آرا رفضت الجنيات طلبوا يجوا معاهم المدينة. لما وصلوا هناك الجنيات اتبسطوا قوي، بس آرا وبختهم وقالت لهم إنهم كجنيات هم حاجة نادرة وإن ناس كتير هتحوم حواليهم لو لقوا فرصة. بس الجنيات راحوا ياكلوا عند بياع وما كانوش مهتمين يدفعوا، بس آرا لما دفعت ما زعلتش منهم عشان عارفة إنهم ما عندهمش خبرة في المدينة. بعدين وروى الجرعة لروس، هو بلغهم إن اسمها قطرة الحقيقة وإن أي حد يشربها هيقول أعمق أسراره. في اللحظة دي الجنيتين دخلوا فجأة، ولما ريس شافهم اتصدم وغير نبرة صوته قبل ما يعتذر بسرعة ويمشي من غير أي تفسير. بعدين البنات استحموا سوا،
تاما كان بيتفرج على البنات وهما بيلعبوا استغماية قبل النوم. ستيلا كانت عايزة تحضن تاما بس هو رفضها، بس عشان شغلها كان كويس آرا أمرت تي يخلي ستيلا تمسكه. تي نفذ أمرها وستيلا حضنت تاما بسعادة كأنه عروسة. في الوقت ده فولكان كانت في طريقها عشان تدعم آرا، ولما جراس رن من وراها وحش هيكلي هجمها بس هي ضربته بسهولة، واستغربت من سهولة الموضوع. ولما بصت وراها لقت حد بيجري. بعد ما رجعت لهم هي وتاما والبنات رجعوا المتاهة يستعملوا المفتاح عشان يواجهوا الزعيم ويسيبوا الجنيات بره المعركة. لما يدخلوا بيقابلوا وحش ضخم. ستيلا بتبقى في الصدارة والباقيين بيهاجموا، بس آرا كانت هتتهرس لولا ستيلا اللي حمتها. هي بتشجعهم يهاجموا وهي بتدافع مستخدمة قوة التنين بتاعتها، بتقدر تثبت الوحش مكانه. ده بيدي فرصة للتي إنه يستخدم كرة النار بتاعته، بيربط الوحش عشان يدي آرا فرصة. هي بتستخدم سيف السرعة بتاعها عشان تهزم الزعيم. بعد ما بيقع بيظهر صندوق كنز جواه لفافة فيها نص قديم. لما آرا بتقراها بتديها تطوير في شكل سيف مقدس للأسلحة بتاعتها. لما بيطلعوا بره عشان يدوروا على الجنيات بيلاقوا أكلهم مدلوق على الأرض والجنيات اختفوا. في الوقت ده ريبيرن الجرس بتاعه، نفس الجرس اللي فولكان سمعه وهو بيبص على صورة مراته المتوفية، بيطلب منها تستناه بصبر. نرجع للتامة والبنات بيروحوا يدوروا على الجنيات، بس لما ما بيلاقوهمش بيرجعوا المدينة وهم خايبين الأمل. بيلاقوا فولكان في الحانة مستنيهم، بيبلغوه ايه اللي حصل للجنيات. بيخططوا يدوروا في المدينة، بس قبل ما يمشوا بيظهر راجل عجوز مقرف بيطلب انتباههم. هو بيبص على البنات كلهم قبل ما يقول لهم ان إيرل جلادستون طالب حضورهم في قصره. آرا وستيلا بيحاولوا يقولوا للعجوز ده يغور في داهية، بس فولكان بيوقفهم وبيقول انهم هييجوا معاه. الراجل العجوز بيستناهم في العربة فولكان بيبلغهم إن في إشاعة إن الإيرل بيحب يخطف البنات الحلوين. هو بيعتقد إن الجنيات ممكن يكونوا اتخطفوا بواسطته. لما بيوصلوا بيقابلوا الإيرل اللي شكله زي ماجيك بو بس أبشع. بيعلن إن البنات دول هيبقوا ملكه دلوقتي. الراجل العجوز بيجيب لهم شاي والإيرل بيصر إنهم يشربوه. البنات بيترددوا بس آرا بتشرب على أي حال، في حين تاما بيفعل سحر الحماية بتاعه على كل البنات. لما البنات ما بيغمى عليهم الإيرل بيحتار ليه المخدرات ما اشتغلتش. سيلا بترفع الإيرل بغضب وبتسأله فين الجنيات، بس آرا بتهديها وبتطلب منها ما تستخدمش العنف. بس الإيرل بيبدأ يتشنج وبيقول إن البنات دول شياطين، بيستدعي الحراس بتوعه عشان يقضوا عليهم، في حين آرا بتحاول تهدي الكل. الإيرل مش عايز حاجة غير إنه يتخلص من البنات دول. فجأة واحد من رجاله بيبلغوا إن المدينة بيتم مهاجمتها من الأموات الأحياء وإنهم محتاجين يخلوا المكان. الإيرل بيعمل كده بكل سرور ومش مهتم بشعبه، بس آرا بتأمر فريقها يساعدوا أهل المدينة من إن الأموات الأحياء يقضوا عليه. في المدينة بيساعدوا الناس يخلوا المكان، وهم كمان بيتعاملوا مع الأموات الأحياء كفريق. في حارة ضيقة بنت صغيرة غبية كانت على وشك إن هيكل عظمي يقضي عليها، بس فولكان بينقذها وبيشيلها على ظهره. هي بتقول لآرا وفولكان إنهم لازم يلاقوا الشخص اللي استدعى الأموات الأحياء. بيقرروا إنهم ينفصلوا في بحثهم. آرا وفولكان بيسمعوا صوت جرس بيرن، ولما بيمشوا وراه بيلاقوا ري هو ساحر الموتى والعقل المدبر ورا كل ده. هو بيقول لهم إنه عايز ينتقم من الإيرل اللي خد روح مراته. بيستدعي جيش من الهياكل العظمية. بيكشف إنه قادر يستدعي الكم ده كله بسبب استخدامه لقوى الجنيات. تي بيستوعب إن الجرس هو اللي خلى الجنيات يطيعوه. ري بيسحب طاقة أكتر من الجنية ومش فارق معاه. آرا بتترجاه يوقف. هو بيستدعي هيكل تنين الأرض، جسم ستيلا القديم. تاما وستيلا بيحاولوا يهاجموا التنين وهما بيعملوا فيه ضرر. التنين بيلم جروحه بسهولة، بس لما آرا بتهاجم التنين بسيفها المقدس بتعرف تعمل فيه ضرر ما يتصلحش، بس ده بياخد منها طاقة كتير. عشان كده تاما بتقول لستيلا إنهم لازم يكسبوا آرا وقت وينقذوا الجنيات عشان آرا تعرف تستخدم كل قوتها مرة واحدة. في نفس الوقت أهل البلد بيدافعوا عن نفسهم لما فولكان بتظهر فجأة ومعاها البنت الصغيرة العبيطة على ظهرها، هي جاية عشان تسندهم. نرجع لتاما، هو وستيلا بيهاجموا التنين بكل اللي عندهم. بتنتكلاته بيعرف ينقذ الجنيات وهو بيعمل فتحة لآرا، ومع سيفها المقدس في إيديها هي بتهاجم. الباقيين بينضموا عشان يساعدوهم وبيخلصوا على السحلية الميتة الغبية دي كفريق. ريوس مش مصدق خسارته وآرا بتحاول تقنعه. هو لسه رافض يوقف لحد ما الإيرل يموت، بس لما بيرن جرسه تاني هياكل عظمي واحد بس اللي بيمشي ناحيته. لما بيبص كويس بيستوعب إنها مراته اللي كان مخلص عليها أليس. هي بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تقنع ريوس يسيب مهمته ويخليه يكفر عن ذنوبه قبل ما تمشي، وبعد كده كل الهياكل العظمية بتختفي. تاني يوم المدينة بتجهز مقصلة لعقاب ريوس.
قبل كده آرا بتروح تزور الإيرل وبتعرض عليه شاي وهي بتوعده إن فيه لبنها الحلو. الإيرل بيشربه بكل سرور زي أي واحد منحرف. وبعدين البلد كلها بتتفرج على ريوس وهو رايح للمقصلة عشان راسه تتشال. قبل ما راسه تتشال خالص الإيرل بيسأل ريوس عن دافعه. ريوس بيعلن إنه عايز ينتقم من الإيرل عشان خد حياة مراته. بس فجأة الإيرل بيعترف بكل سرور قدام كل الناس إنه هو اللي خد حياة أليسا. هو بيبدأ يقلق ويتساءل إيه اللي بيحصل، بس آرا بتفضل تسأله عن جرايمه. الإيرل بيعترف إنه كان بيعمل تصرفات مش كويسة مع البنات في البلد. آرا بتقولهم إنها حطت في شاي الإيرل قطرات الحقيقة. البلد كلها ضربت الإيرل، كل واحد عليه الدور زي ما بيحصل في السجن. بعد كده الإيرل هو والراجل اليمين بتاعه بيروحوا السجن، في حين إن ريوس بيتلغي حكم الإعدام بتاعه وبيدخل السجن بهدوء. في نفس الوقت تاما مشغول بيعمل حاجات مهمة، بيستمتع بوقته مع البنات بيغسلوه بالدور، وده بيخلينا كلنا نتمنى نكون مكانه. تاني يوم الصبح الشلة بترجع لمدينة الخراب، بس المرة دي جايبين معاهم الجنيات. لما بيوصلوا النقابة آنا والمغامرين التانيين بيهنوهم إنهم خلصوا على التنين الزومبي اللي من تصنيف اس من الوجود، وبيسموهم كلهم أبطال. أنا بتقدم لهم بطاقات مغامرين متطورة، وآرا بترتفع لمغامرة من تصنيف A. لكن على عكس الباقيين فولكان بترفض الترقية وبتقول إنها بتفضل الحياة الهادية. أنا كمان بتقدم لهم هدية من جلادستون على شكل براميل فاكهة مخللة، والجنيات متحمسين ياكلوا. بس لما اكتشفوا إنهم عايشين في أوضة صغيرة، تي شاف إن في مشكلة في التخزين. آرا اقترحت إن فولكان تستضيفهم عندها، بس هي رفضت عشان مكانها مليان خامات ومفيش فيه مساحة زيادة. زاروا سمسار عقارات، ولما سألهم عايزين إيه، المجموعة طلبت بيت فيه حمام واسع وأوضة نوم أكبر كمان عشان يقضوا وقتهم مع تي براحتهم. السمسار وداهم قصر جنب الغابة. هناك المجموعة انبسطت باللي البيت بيقدمه، بس لما جه عند الحمام وراهم بخجل حمام مكشوف في الهواء اتطلق، وده كان السبب إن البيت متباعش لحد دلوقتي. بس بدل ما يكرهوا الفكرة حبوا فكرة الحمام المكشوف ده. بعد كده وبعد ما ساعدوا في نقل العفش للبيت، ستيلا جالها فرصة تقضي وقت مع تام. هو وافق على مضض لدرجة إنه بقى محشور بينها. تاني يوم الصبح فولكان ظهرت ومعاها مكونات أكل كهدية ترحيب. طبخوا الأكل سوا وعملوا وليمة. بعد ما شبعوا الباقيين ناموا، في حين تي كان محشور بين البنات وهما بيحلموا بيه. وقام بعد المعركة اللي فاتت تي بص على مهارته واتفاجئ لما لقى إن شكل البيهموس بتاعه بقى ليه مستوى، وده هيخليه أقوى. فجأة ستيلا ظهرت هي كمان مش قادرة تنام. سألته بيعمل إيه صحي كده، هو في الأول رفض يجاوب، بس ستيلا ضغطت عليه عشان يقولها إيه اللي بيحصل. فهو كال. لما تي شرح لها إنه يقدر يتحول لبيهموس أقوى من اللي هزمها، ستيلا ما بتخافش، بالعكس بتتحمس وتترجاه إنه يتحول دلوقتي ويوريها قوة البيهموس بتاعه، لدرجة إنها بتطارده عشان كده. تاني يوم الصبح المجموعة كانت بتفطر سوا. الجنيات طلبوا من آرا إنها تسمح لهم يزرعوا نباتات أكتر في الجنينة. لما آرا وافقت استخدموا سحرهم الجني عشان يزرعوا شجرة بسرعة، بس فولكان وقفتهم بسرعة. عرفتهم إن اللي بيزرعوه ده هو شجرة عالمية ممكن تغني التربة بأواها الأسطورية وتخلق معادن نادرة، وده فاجئ الكل. فولكان طلبت منهم يزرعوا أشجار عادية حواليها عشان يخبوها، وده اللي عملوه. بس الشجرة دي كمان ناتج عنها تكوين ينبوع حياة، وهو مياه ممكن تشفي الجروح أو الأمراض. ورغم إنه خطر إنهم يمتلكوها، اختاروا يحتفظوا بيها من غير ما حد تاني يعرف عنها. مع ذلك هم بعد كده طلبوا من الجنيات إنهم يكونوا حذرين، عشان مش بس الخاطفين ممكن يخطفوهم عشان جمالهم المميز وقدراتهم، لكن كمان عشان قدراتهم. ناقشوا أكتر عن المواد اللي حصلوا عليها جديد، في حين فولكان عايزة تحفر وتطلع المواد النادرة اللي تحت الشجرة. هي كشفت إن بس حدادين الآثار وهي مش منهم هم اللي يقدروا يحفروا ويطلعوا المواد النادرة. في اللحظة دي أنا دخلت البيت وطلبت منهم يروحوا في مهمة. بلغهم إن في وحش قوي ظهر في المستوى الأول، وده مش مستواهم. هو محتاج مغامرين عشان يتوالوا الموضوع ده. في الوقت اللي الباقيين وافقوا يروحوا، الجنيات حسوا إنهم هيكونوا حمل عليهم، بس تاما القط الجامد قوي بيبلغهم إنه هيحميهم، وده خلاهم ياخدوا الإذن إنهم يجوا. وبعدين دخلوا الدهليز اللي فيه الجنيات لابسين دروع جديدة. أول حاجة واجهوا عفاريت ضعيفة، وبقدراتهم الجنيات قدروا يهزموا العفاريت بسهولة. تم شاف إنهم أساتذة في الهجمات اللي من مسافة متوسطة، ودي إضافة ممتازة لفرقتهم. في اللحظة دي سمعوا زئير وحش، ولما راحوا يشوفوا لقوا ترول من الرتبة A. بس ستيلا بلغتهم إن في حاجة مش مظبوطة وإن الترول ده خايف. قبل ما يبدأوا أي هجوم آرا طلبت من تاما ما يتدخلش، لأنها بعد معاركهم اللي فاتت عايزة تشوف هي بقت أقوى قد إيه. تاما وافق،
والجنيات بدأوا هجومهم على الترول، وده ما طلعش منه غير غضب الترول. الترول شن هجوم على الجنيات بس ستيلا صدته بدراعها، وده عمل فرصة للباقيين، وكفريق هجموا كلهم مع بعض وخلص الموضوع بإن آرا استخدمت سيوفها المقدسة عشان تخلص على الترول. بعد ما اتأكدوا إن المكان آمن روحوا البيت واستحموا سوا عشان الكالتشر. لقوا زرار مخفي جنب الحمام، ولما الجنيات داسوا عليه خلى المية تعمل فقاقيع أكتر، وده عجب البنات قوي. وهم بيتفرجوا على فرقتهم وهي بتتراب، آرا قالت لتاما إنها زي سيف القديسة أليشا محمى وطنها، هي كمان عايزة تحمي اللي يهمها، كيانها وفرقتها الغالية. في نفس الوقت في العاصمة الناس كلها في حالة فزع عشان الوحوش بقت بتتصرف بجنون بعد ما الشياطين ظهروا تاني في الخطوط الأمامية. سيف القديسة أليشا مستعد ياخد إجراء. لو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات عيلة فليبرز أنمي برو، واستناني في ملخص جديد من أجدد حلقة. ما تنساش تعمل اشتراك علشان ما يعديش عليك ولا ملخص.